السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة متوسطة. هذا الفيديو الذي من خلاله سوف نقدم لكم مراجعة شاملة لاختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات من خلال هذا النموذج المقترح بإذن الله. إذا الأولاد، قبل أن نبدأ إن لم تكن مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يصلك من قناتنا كل جديد، أيضا مشاركة الفيديو حتى يعمل فائدة بإذن الله، ولا تنسانا من دعائكم. إذا نبدأ بالتمرين الأول. قال لك إليك العدين A و B، حيث الA هو 0.0053 والB هو 184.67 في 10 قوة 5. اكتب العددين A و B كتابة علمية. أعطي حصرا للعددين A و B بين قوتين متتاليتين لعدد 10 أوجد رتبة قدر لكل من A و B. نبدأ على بركة الله بحل التمرين الأول. إذا نبدأ بالكتابة العلمية. طبعا عندي A اللي هو 0.0053. إذا أولاد، الكتابة العلمية هو أننا نكتبوا العدد العشرين تاعنا برقم واحد قبل الفاصلة ويكون لا يساوي الصفر. قبل الفاصلة نلقاو غير رقم واحد ويكون لا يساوي الصفر. هنا يساوي الصفر، تسمى لازم تسحب الفاصلة باش تلقى عاد رقم واحد قبل الفاصلة ولا يساوي الصفر. وين لازم نسحب الفاصلة باش نلقى رقم واحد ولا يساوي الصفر؟ لازم نجبدها لهنا. إذا تولي لي 5.3. شوفوا، أصبح لدي رقم واحد قبل الفاصلة ولا يساوي الصفر. كي نسحب الفاصلة نضرب في 10 قوة. شوفوا الأولاد، درك يا ناقص يا زائد. شوفوا نتوما كي تلقاو ديما صفر فاصل، عارفوا بلي راح تضربوا في 10 قوة ناقص. كي تشوفوا العدد نتاعكم صفر فاصل معناه 10 قوة ناقص. بطريقة واحدة أخرى، كي تسحب الفاصلة إلى اليمين ديما ضرب في 10 قوة ناقص. ها، سحبتها إلى جهة اليمين. الآن نحسب بشحال سحبت الفاصلة. 1 2 3 4. سحبتها ب4. شوفوا معي، راني كتبت العدد نتاعنا كتابة علمية. عدد عشري مكتوب برقم واحد قبل الفاصلة ولا يساوي الصفر مضروب في 10 قوة آن. هذا واش كاين. نروحوا الآن الكتابة العلمية للعدد B. الكتابة العلمية للعدد B. وشنو هو البي نتاعنا الأولاد؟ عندي 184.67 ضرب 10 قوة 5. هذه ديما نهبطوها، ما نخدموش بها حتى من بعد، هبطها كما هي. درك نجيو لهنا الأولاد. اسكو هذا مكتوب كتابة علمية؟ حنا واش قلنا الكتابة العلمية الأولاد؟ الكتابة العلمية هو أننا العدد العشرين تاعنا يكون مكتوب برقم واحد قبل الفاصلة ولا يساوي الصفر. هنا شحال من رقم عندك؟ عندك 3، تسمى لازم تسحب الفاصلة باش يولي رقم واحد قبل الفاصلة، لازم تجيبها لهنا. إذا تولي 1.84667. بما أنك سحبت الفاصلة راح تضرب في 10 قوة ناقص ولا زائد. حنا كي نلقاو صفر فاصل نعرف بلي راح نضرب في 10 قوة ناقص، مي كي ما نلقاوش صفر فاصل نعرف بلي نضرب في 10 قوة زائد مباشرة. إذا 10 قوة زائد. أو بطريقة واحدة أخرى، كي تسحب الفاصلة إلى اليسار أضرب في 10 قوة زائد. ها، كانت هنا سحبتها إلى اليسار. متفاهمين؟ الآن نحسب بشحال سحبتها. 1 2. إذا 10 قوة 2. درك الأولاد نبسط، نروحوا تبسطوا القوى. ضرب القوى هو جمع الأسس. 10 قوة زائد 2 في 10 قوة 5. نبسطها تولي لي هذه تبقى كما راهي ديما. في هذه ضرب القوى هو جمع الأسس. نحتفظ ب10 واحدة دائما ونجمع الأسس في الضرب، يعني زائد 2 زائد 5 زائد 2 زائد 5. ضرب القوى هو جمع الأسس. نحتفظ ب10 واحدة ونجمع الأسين 2 زائد 5. إذا ب تساوي 1.84 أو عفوا 8467 مضروبة في 10 قوة زائد 2 زائد 5 هي زائد 7. وشوفوا راني كتبت العدد نتاعي كتابة علمية. عدد عشري مكتوب برقم واحد قبل الفاصلة. كاين رقم واحد قبل الفاصلة لا يساوي الصفر. الواحد لا يساوي الصفر مضروب في 10 قوة آن. إذا هذا فيما يخص الكتابة العلمية. نروح الآن الأولاد إلى الحصر. الحصر سهل جدا. إذا نقول له حصر A. ديما نروح نحصر الكتابة العلمية. وش هي الكتابة العلمية اللي لقيناها؟ ها هي 5.3 في 10 قوة ناقص 4. قال لي احصرها لي بين قوتين متتاليتين. وش معناها الأولاد؟ نديو غير القوة. شوفوا، ها الجهة هذه ندي القوة كما هي 10 قوة ناقص 4، ومنا نديها ونزيد لها الواحد، يعني 10 قوة ناقص 4 نزيد لها الواحد. في الحصر ادي القوة على جهة اليسار، ادي القوة كما هي ومنا اديها وزيد لها الواحد. واش تولي لك؟ 5.3 في 10 قوة ناقص 4 أقل من. هنا 10 قوة ناقص 4 تبقى كيما راهي، وهنا روحوا الجمعوا تولي لك 10 قوة ناقص 4 زائد 1 تمد لك ناقص 3. هذا هو الحصر الأولاد، سهلة خلاص. هنروحوا نحصروا بي. إذا البي ها هي واش لقينا 1.8467 في 10 قوة زائد 7. درك الجهة هذه الأولاد تديو القوة كما هي، هزوا رفدوا القوة كما هي وحطوها، يعني 10 قوة زائد 7، ومنا ندوها ونزيدوا لها الواحد، يعني 10 قوة زائد 7 نزيدوا لها واش؟ نزيدوا لها الواحد. ديما على اليمين نزيد وعلى اليسار نديها كما هي، تولي 1.84
8467 في 10 قوة زائد 7 أقل من هذه 10 قوة زائد 7 تبقى ديما كيما راهي على اليسار، وعلى اليمين نروحو نجمعو الأسس. زائد 7 زائد 1 تمدلك زائد 8. سهلة جدا الأولاد. نروحو الآن إلى السؤال الموالي. الآن الأولاد إلى رتبة قدر لكل من A و B. طبعا نديرو رتبة قدر نتاع الكتابة العلمية. إذا أقول له رتبة قدر العدد A. طبعا نديرو نتاع الكتابة العلمية. واش لقينا الكتابة العلمية تاع العدد A؟ لقيناها 5.3 في 10 قوة ناقص 4. واش معنى رتبة قدر؟ سهلة خلاص الأولاد. واش نروحو نديرو؟ شوفوا القوة تحتفظوا بها، تهبطوها كما هي، تحتفظوا بالقوة كما هي. وهذا العدد العشري واش نديرو له؟ نديرو له المدور للوحدة. نرفدوا المدور للوحدة نتاع العدد العشري، المدور إلى الوحدة. صح. درك واش معنى المدور للوحدة الأولاد؟ تسمى نديو غير الوحدة، هذه المنفصلة ما ندوهاش. بصح درك اسكو نديو الوحدة كما هي ولا نزيدو لها الواحد؟ شكون اللي يتحكم؟ اللي يتحكم ديما هو أول رقم بعد الفاصلة. نشوفوا الأول رقم بعد الفاصلة. إذا كان أول رقم بعد الفاصلة أصغر من 5، يعني 0 1 2 3 4 أصغر من 5، هنا نأخذ الوحدة كما هي، كما هي. إذا هنا نشوفوا أول رقم بعد الفاصلة وشنو هو الأولاد؟ هو 3 أصغر من 5، تسمى نديو الوحدة كما هي، نديو غير 5. هذا هو المدور للوحدة. تسمى رتبة قدر نديرو المدور للوحدة نتاع العدد العشري نتاعنا، والقوة نحتفظوا بها كما هي. هذا واش كاين. وإذا كان أول رقم بعد الفاصلة 5 فما فوق نضيف إلى الوحدة 1. هذا واش كاين الأولاد. سهلة خلاص. هنروحو نديرو رتبة قدر نتاع العدد B. رتبة قدر العدد B. شكون البي نتاعنا الأولاد؟ أروح نكتبو البي نتاعنا هو 1.8467 ضرب 10 قوة زائد 7. واش قلنا الأولاد رتبة قدر؟ سهلة خلاص. واش قلنا القوة نحتفظوا بها كما هي ديما. واش نديروا للعدد العشري هذاك؟ والعدد العشري نمدوا له المدور الى الوحده، ندوا المدور الوحده نتاع العدد العشري، المدور الى الوحده. وكي نقول المدور الوحده تسمى نديو غير الوحده، يا نزيد لها يا نديها كما هي، وهذا اللي منفصله كاع تروح. درك شكون المدور للوحده هنا؟ اسكو نديو الوحده كما هي ولا نزيد لها الواحد؟ شكون اللي يتحكم؟ اللي يتحكم هو اول رقم بعد الفاصله. اذا كان اول رقم بعد الفاصله، إذا كان أول رقم بعد الفاصلة 5 فما فوق، 5 فما فوق. واش معنى 5 فما فوق؟ نلقاو 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9. هنا ندو الوحدة ونزيدو لها الواحد. هنروح نشوفوا أول رقم بعد الفاصلة الأولاد هو 8. إذا 5 فما فوق يعني 5 6 7 8 9 نزيدو للوحدة 1. إذا هنا الوحدة هي 1 نزيدو لها الواحد شحال تولي 2. إذا 2 في 10 قوة زائد 7. هذا واش كاين الولاد. سهلة جدا. نروح الآن الولاد إلى التمرين الثاني. قال لي انشر ثم بسط كل من عبارتين او واف، حيث الاو هي 3 اكس زائد 4 بين قوسين في قوس 3 اكس ناقص 4 بين قوسين ناقص قوس 5 اكس زائد 2. الآن اف هي ناقص 2 اكس في 7 ناقص 5 اكس بين قوسين زائد 2 اكس مربع ناقص 3. احسب قيمة العبارة او من أجل اكس تساوي الصفر. إذا بسيطة جدا. أول نبداو بنشر وتبسيط العبارتين. إذا النشر والتبسيط. نبداو أولا بالعبارة او 3 اكس زائد 4 في قوس آخر 3 اكس ناقص 4 ناقص قوس آخر 5 اكس زائد 2. الأولاد أول حاجة لازم تعرفوها، النشر يكون عندي ضرب بيناتهم. ها كيما هنايا شوفوا معايا عندي قوس في قوس، إذا النشر لازم يكون بيناتهم ضرب. ماشي تقول لي هذا نشر على هذا، هنا بيناتهم الناقص. متفاهمين؟ إذا النشر لازم يكون بيناتهم ضرب. متفاهمين الأولاد؟ إما تلقاو قوس في قوس ولا تلقاو عدد في عدد، إما تلقاو قوس في قوس ولا تلقاو عدد مضروب في قوس ولا قوس في عدد. كيف هذا واش كاين. متفاهمين الأولاد؟ إذا هنا ننشر. درك الأولاد نتوما سهلة خلاص. شوفوا كي تلقاو قوس في قوس واش تروحوا ديروا؟ تحكموا الزوج اللي في القوس الاول تضربوهم في الزوج اللي في القوس الثاني. واش معناها؟ معنى تحكموا الاول هذا
توزعوه على القوس هذا، تحكموه تضربوه في 3 اكس الاول، هذا نضربوه في الاول ونزيد نضربوه في الثاني، 3 اكس في 3 اكس ونزيد نضرب 3 اكس في ماذا؟ في ناقص 4. كملت مع الاول، نزيدو نجيو للثاني، هو ثاني بنفس الحكايه، نجي هذا الثاني نضربوه في الزوج اللي هنا، يعني زائد 4 في 3 اكس وزائد 4 في ناقص 4. ديما هذه الطريقه. ها روحوا معايا الاولاد نخدموا وحده وحده. هيا نبداو. 3 اكس في 3 اكس، ها 3 اكس في 3 اكس، ما ننساوش الاشاره، شوف كيفاش نخدمها. ومن بعد عندك درك نضرب 3 اكس في الناقص 4، ضرب 3 اكس في 3 اكس، درك 3 اكس في الناقص 4. هنا كاين زائد، نحط زائد 3 اكس في ماذا؟ في ناقص 4، ما ننساوش الاشارات، في ناقص 4. كملت مع 3 اكس، درك نجيو زائد 4 نضربو في 3 اكس ونضربو في الناقص 4. هاي زائد 4 نحطو الاشاره نتاعو، زائد 4 في ماذا؟ في 3 اكس، ثم زائد 4 في ماذا؟ في ناقص 4، ثم زائد 4 في ناقص 4، ما تنساوليش الاشارات صح. درك هنا الاولاد عندك الناقص وعندك قوس. شوف واش تقول القاعده، تقول لك القاعده اذا كان عندي قوس مسبوق بالناقص وموراه ما كانش الضرب، تحذف الاقواس وتبدل الاشاره نتاع الحدود اللي في الداخل. القاعده تقول الاولاد اذا كان القوس نتاعك مسبوق بالناقص، القوس مسبوق بإشارة ناقص، موراه حنكتب لكم بالدرجة، موراه ما كانش ضرب، هنا نحذف الأقواس ونعكس إشارة ما بداخل القوسين، إذا القوس هذا واش مسبوق بالناقص صح، وموراه ما كانش الضرب، تسمى نحذف الأقواس ونعكس الاشاره نتاع الحدود اللي في الداخل، موجب يولي سالب والسالب يولي موجب. تسمى نتوما هنا ما تكتبوليش الناقص وتحذفوا الاقواس صح، ونقلب الاشاره نتاع الحدود اللي في الداخل. لو كان جا زايد مسبوق بالزائد وما كانش موراه ضرب، تحذف الاقواس بصح ما تغيرش الاشاره نتاع الحدود اللي في الداخل صح. اذا مادام مسبوق بالناقص لازم نقلب الاشاره نتاع الحدود اللي في الداخل. هذا موجب واش يولي سالب، وهذا موجب واش يولي سالب. هذا واش كاين الاولاد، متفاهمين؟ هنروح نكملوا الان، نروحوا نبسطوا. شوفوا 3 اكس في 3 اكس، نضرب العدد في العدد والحرف في الحرف، 3 في 3 هي 9 واكس في اكس هي اكس مربع، ثم زائد 3 اكس في الناقص 4، ما تحطش الاشاره حتى تضرب، زائد 3 في الناقص 4 هي ناقص 12. شوفوا زائد في الناقص هي ناقص، 3 في الأربعة هي 12 ماذا؟ اكس، هاي 12 اكس الاولاد. الان زائد 4 في 3 اكس، نضرب، شوف حتى نضرب الاشاره، الزائد في الزائد يمد لك زائد، 4 في 3 هي 12 ماذا؟ اكس، نحطوا 12 اكس. الان الاولاد زائد 4 في الناقص 4، ما تحطش الاشاره حتى تضرب، زائد في الناقص ناقص، و4 في 4 تمد لك 16. الان ناقص 5 اكس تهبط كما هي، ناقص 5 اكس تهبط كما هي، ناقص 2. درك واش نروحو نديرو الاولاد؟ نروحو نشوفو نبسطو، نجمعو الحدود اللي عندها اكس مربع مع بعض، ونجمع الحدود اللي عندها اكس اس واحد مع بعض، ونجمع الحدود اللي ما عندهاش الاكس مع بعضها. نشوفوا الاولاد هنايا ممكن كاينين نحذفهم المتعاكسين. شوفوا ناقص 12 اكس وزائد 12 اكس هادو متعاكسين يروحوا يساوي الصفر. واش معنى متعاكسين؟ نفس العدد برك الاشاره تكون مختلفه، زائد 12 اكس وناقص 12 اكس هادو يروحوا للصفر. دوكا نجي نرتب، شوف نبداو باللي عندهم اكس مربع، ها هذا الاول، ومن بعد شكون الاولاد اللي يجي؟ ومن بعد يجي اللي عنده ناقص 5 اكس اللي عنده الاكس، ها ومن بعد شكون اللي يجيو اللي ما عندهمش الاكس. شكون اللي ما عندهمش الاكس؟ ها ناقص 16 وناقص 2، هادو نحطوهم مع بعضهم، ناقص 16 وناقص 2. درك الاولاد شكون اللي نبسطوهم مع بعض؟ حنا قلنا نجمعوا الاعداد اللي عندها اكس مربع مع بعض، ونجمعوا الاعداد اللي عندها الاكس فقط يعني اكس اس واحد مع بعضهم، ونجمعوا الاعداد اللي ما عندهمش الاكس مع بعضهم. اذا هنا 9 اكس مربع تبقى كما هي لاني ما عنديش عدد نجمعوا معاه عنده اكس مربع، ناقص 5 اكس تبقى وحدها كما هي، علاش؟ خاطر ما عنديش عدد معاه عنده اكس كما هو، ناقص 16 وناقص 2 باستعمال آلة حاسبة تمدك ناقص 18. هذا واش كاين، راني نشرت وبسط. هنا ما تقدرش تزيد تبسط على خاطر 9 عندها اكس مربع، 5 عندها اكس، و18 ما عندهاش الاكس يعني اكس اس صفر، ماشي كيف. اذا ما نقدروش نزيدو نبسطوهم. متفاهمين الاولاد؟ نتمنى ان المعلومه وصلت كما يجب. نروحوا الان الاولاد الى هنا، نروحوا الى اف تساوي ناقص 2 اكس في 7 ناقص 5 اكس زائد 2 اكس مربع ناقص 3. درك الاولاد نتوما واش ديروا؟ شوف قلنا نلقاو قوس في قوس ولا عد في قوس. نتوما ديما كي تلقاوها بيناتهم ضرب
هنا لازم ننشر. كي تلقاو عدد مضروب في قوس تحكموا هذاك العدد اللي برا وتوزعوه على القوس، يعني هذاك العدد اللي برا تضربوه في الزوج اللي لداخل، متفاهمين؟ يعني ناقص 2 اكس في 7 وناقص 2 اكس في الناقص 5 اكس. تنتبهوا للاشارات الاولاد، نضرب العدد بالاشاره نتاعو في العدد بالاشاره نتاعو. هيا نبداو. هاي ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس في من؟ في 7، ثم نزيدو نضربو ناقص 2 اكس في ناقص 5 اكس، ناقص 2 اكس في ناقص 5 اكس. شفتوا الاشارات الاولاد؟ هذا في هذا وهذا في هذا، نضرب هذا اللي برا في الزوج هادو، ناقص 2 اكس في 7 ناقص 2 اكس في الناقص 5 اكس. الان هادو يهبطوا كيما راهم، ما عندك واش دير لهم. 2 اكس مربع ناقص 3. دوكا نروحو نبسطو الاولاد. هاي ناقص 2 اكس في 7 ناقص 2 في 7 هي ناقص 14 ماذا؟ اكس. درك ما تحطش الاشاره حتى تضرب. ناقص 2 اكس في الناقص 5 اكس، العدد في العدد، ناقص 2 في الناقص 5 ناقص في الناقص زائد 2 في الخمسة 10 واكس في اكس هي اكس مربع، وهادو يهبطوا كيما هما زائد 2 اكس مربع ناقص 3. دوكا نروحو نبسطوا الاولاد. واش معنى نبسطوا؟ نجمعوا الاعداد اللي عندها اكس مربع مع بعض والاعداد اللي عندها الاكس اس واحد مع بعض والاعداد اللي ما عندهاش الاكس مع بعضهم، متفاهمين؟ وديما نرتبوا، نبداو نجيبوا اللي عندهم اكس مربع هما الاولين، ومن بعد اللي عندهم الاكس هما الثانيين، ومن بعد اللي ما عندهمش الاكس هما اللي يجوا في الاخير. اذا نبداو باللي عندهم اكس مربع، هذا وهذا هما نحطوهم الاولين. 10 اكس مربع، شوف نجيبوا العدد كي نكونوا نرتبوا نجيبوا الحد به بالاشاره نتاعو زائد 2 اكس مربع، ثم اللي عندهم الاكس هذا فقط، ما تقوليش 14 اكس، اقرا الاشاره اللي قبله ناقص 14 اكس، ومن بعد يجي هذا، ومن بعد يجيو اللي ما عندهمش الاكس عندي غير ناقص 3. دركا نجمعوا اللي عندهم، نجمعوا الاعداد اللي عندهم الاكس مربع مع بعض. واش معنى نجمعوا الاعداد اللي عندهم اكس مربع مع بعض الاولاد؟ يعني الاولاد تروح تحتفظ بنفس الحرف وتجمع العددين فقط. هاي 10 زائد 2 هي 12 واكس مربع نحتفظوا به ديما في الجمع، تحتفظ بنفس الحرف وتجمع برك العددين تاعهم. هذا واش كاين؟ ناقص 14 اكس ناقص 3، وراني نشرت وبسطت العباره اف. تقول ليش يا استاذ نجمع 12 مع مستحيل، لانه الاولاد 12 عنده اكس مربع و14 عنده اكس وناقص 3 ما عندوش اكس، يعني اكس والصفر ما تقدرش تبسط ولا تزيد تنشر. الان واش قال لي اخر سؤال الاولاد؟ قال لك احسب قيمه العباره او من اجل اكس يساوي صفر. هنا سهله خلاص، حساب قيمه العباره او من اجل اكس يساوي الصفر، يعني نروحوا للعباره او مين نلقاو الاكس نحطوا صفر ونحسب. صحيح. دوك الاولى تقول لي استاذ في الاو هذه اللي مد لي ولا اللي نشرتها؟ نقول لك كيف لانه هذه اللي مدها لك كي نشرتها تحصلت على عباره هي نفسها، هذه العباره تساوي هذه نشرتها تحصلت على هذه هي نفسها، هذه متساويين، تسمى تعوض هنا صحيحه تعوض هنا صحيحه. بصح هي احسن طريقه اني نعوض هنا مبسطه سهله للحساب. درك انت ولدي العزيز اذا ما راكش متاكد من الاجابه من النشر عوض هنا في العباره اللي مدلك، مي اذا راك متاكد من النشر نتاعك عوض في النشر احسن في العباره المبسطه، متفاهمين؟ هيا نروحوا. او يساوي 9 اكس مربع ناقص 5 اكس ناقص 18. كي نشرت الاو لقيت هذه تعوض هنا صحيحه تعوض هنا صحيحه تلقى نفس النتيجه. قلت لك ولدي العزيز اذا راك متاكد من النشر عوض هنا خير، سهله في الحساب. واش معنى نحسبوا العباره او من اجل اكس يساوي الصفر؟ يعني من نلقاو الاكس نحطوا الصفر 9 ونظهروا الفي، هنا كاين بيناتهم في الاكس نتاعي باش نعوضها قال لك اكس يساوي الصفر نحطوا في بلاصه الاكس صفر مربع ناقص 5 هنا كاين الفي الاكس واش نحطوا فيها نحطوا صفر، من نلقاو الاكس نحطوا صفر ناقص 18 لانه قال لك حسب لي من اجل اكس يساوي الصفر. الان الاولويه طبعا للاس ديما اولويه الحساب الاولاد 9 في صفر مربع هي صفر ناقص 5 في الصفر هي صفر ناقص 18. درك او تساوي 9 في الصفر هي صفر ناقص صفر ناقص 18. اذا او يساوي صفر ناقص صفر هي صفر، صفر ناقص 18 تمدلك ناقص 18. اذا حسبنا العباره او من اجل اكس يساوي الصفر، يعني كيقول لك هكذا من تلقى الاكس حط العدد اللي مدلك واحسب طبق اولويات الحساب. اذا نروح الان الاولاد الى التمرين الثالث. الولاد الى التمرين الثالث قال لك سي دائره مركزها او ونصف قطرها 2.5 و بي قطر لها ودي نقطه من دائره سي. الولاد ديما هادو لونوهم كيقول لك ضلع بي قطر للدائره ويعطيك نقطه تنتمي للدائره او نقطه من الدائره، هادو لونوهم، هادو هما المعطيات اللي راح نستعملوهم باش نبينوا ان المثلث قائم. نرفدهم كيما راهم باش نبينوا ان المثلث قائم.
ثم بيدي 4 سنتيمتر. انجز الشكل بدقه مستعمل الادوات المناسبه، ثم بين ان المثلث ا بي دي قائم في دي، احسب الطول ا دي ثم استنتج مساحه المثلث ا بي دي. انشئ المستقيم المماس للدائره سي في النقطه دي. نبدا اولا على بركه الله ونبدا بالانشاء. اذا الانشاء نروح اولا نرسم الدائره نتاعنا التي مركزها او ونصف قطرها 2.5. نرسم نصف القطر 2.5. اذا 2.5. طبعا الاولاد نصف القطر. درك انت تحب تحط المركز هنا، تحب هنا كيما تحب مركزها او. الان نرسم الدائره نتاعنا، نحط شوكة المدور في المركز ونفتح على نصف القطر ونرسم الدائره نتاعي. عفوا. اذا ها هي الدائره سي، نسميوها الدائره سي. الان واش قال لك من الاولاد؟ قال لك ا بي قطر لها، ا بي قطر لها. طبعا ا بي القطر يمر على المركز، اذا ها هو القطر نتاعنا. اذا ا بي. الان واش قال لنا الاولاد؟ ركزوا معايا. قال لك دي نقطه من الدائره، دي نقطة من الدائرة. واش معنى دي نقطة من الدائرة أو تنتمي للدائرة؟ لازم تكون في الحيز الأحمر، هذه هي الدائرة. متفاهمين الأولاد؟ ماشي لداخل ولا برا، صح؟ بحيث ماذا؟ من البي للدي كاين شحال 4 سنتيمتر، معناها نروحو نفتحو فتحة في المدور، الطول نتاعها شحال 4 سنتيمتر. إذا نبداو من الواحد، 1 2 3 4. إذا نحطو في البي، من البي للدي. إما ترسم قوس لتحت ولا لفوق كما تحب، تعينها لفوق ولا لتحت. إذا هاي أبي نرسم قوس يقطع لي الدائرة، هذا شحال 4 سنتيمتر. إذا وين تقاطع؟ هذيك هي النقطة دي. إذا 4 سنتيمتر. الآن السؤال ما طبيعة أو بين أن المثلث أ بي دي قائم. بين أن المثلث أ بي دي قائم. الآن السؤال بين أن المثلث أ بي دي قائم في دي. إذا نقول له تبين أن المثلث أ بي دي قائم في دي. الأولاد واش من خاصية نطبق؟ سهلة خلاص الأولاد. شوفوا القاعدة واش تقول لك، أو الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث. تقول لك كي يكون أحد أضلاع المثلث هو القطر نتاع الدائرة المحيطة به في المثلث قائم. شوفوا أ بي هو ضلع نتاع المثلث صح، وهو القطر نتاع الدائرة. ها أ بي قطر لها. كي تلقاو أحد أضلاع المثلث هو القطر نتاع الدائرة المحيطة به في المثلث قائم، ما عاد تشوفها يا أخي. الضلع أ بي هو ضلع نتاع المثلث، إذا كان أحد أضلاع المثلث اللي هو أ بي هو القطر صح ولا لا تاع الدائرة المحيطة به في المثلث قائم مباشرة. هذا واش كاين. إذا نطبقوا الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم. الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم واش تقول لك؟ تقول لك كي يكون أحد أضلاع المثلث، ها أ بي هو ضلع نتاع المثلث، كي يكون أحد أضلاع المثلث هو القطر نتاع الدائرة المحيطة به مباشرة المثلث قائم مباشرة. إذا الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم. هنا كيفاش تبرهن؟ احفظ لي المنهجية هذه الأولاد. واش نقول له؟ نقول له بما أن الضلع أ بي هو ماذا؟ هو القطر نتاع الدائرة. وقاله لك هو، شفتوا كيفاش قلت لك تهز المعطيات؟ هو قطر للدائرة واسمها الدائرة سي. ها بما أن أ بي هو قطر للدائرة سي، ونزيدوا النقطة هذيك الثالثة، ودي نقطة من الدائرة. قالها لك ولا لا؟ ودي نقطة من الدائرة. إذا تقول له بما أن الضلع أ بي هو قطر للدائرة سي، والنقطة دي تنتمي للدائرة في المثلث قائم، والنقطة دي من الدائرة سي في المثلث قائم. هذا واش تقولوا له الاولاد؟ تقولوا له الضلع ا بي، بما ان الضلع ا بي هو القطر نتاع الدائره، والنقطه هذيك دي تنتمي للدائره في المثلث قائم، والنقطه دي من الدائره سي في المثلث ا بي دي قائم. ديما القطر هو الوتر، متفاهمين؟ هو الوتر نتاع المثلث، متفاهمين؟ اذا قائم وين؟ ديما الزاويه القائمه تكون انفصل الوتر. اذا قائم في دي، الزاويه القائمه انفصل الوتر. اذا قائم في دي، متفاهمين؟ حسب ماذا؟ حسب الخاصية العكسية للدائرة المحيطة بالمثلث القائم. متفاهمين الولاد واش تقولوا له؟ قولوا له هكذا: بما أن الضلع أ بي هو القطر نتاع الدائرة سي، بما أن الضلع أ بي هو القطر نتاع الدائرة سي، والنقطة دي
تنتمي للدائرة أو النقطة دي نقطة من الدائرة، فالمثلث قائم. هذا واش كاين؟ متفاهمين الأولاد؟ إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. نروح الآن إلى السؤال الثاني. قال لي احسب الطول AD. إذا حساب الطول AD. ركزوا معي الأولاد من لهنا شحال كاين؟ 2.5، ومن لهنا كاين 2.5 يا أخي قطر، نصف القطر تسمى شحال كاين من لهنا؟ كاين 5. و بيدي شحال قال لك؟ بيدي 4. إذا عندي زوج أضلاع معلومين. شوفوا القاعدة واش تقول لك، كل ساهل. شوفوا الأولاد كي يقول لك احسب الطول، احسب ماذا؟ احسب الطول. واش يمد لك؟ يعطيك مثلث قائم زائد فيه زوج أضلاع معلومين، زوج أطوال معلومين. بلا تفلسف مباشرة نخدم بفيثاغورس المباشرة. متفاهمين الأولاد؟ كي يقول لك احسب الطول ويكون عندك مثلث قائم وفيه زوج أطوال معلومين، مباشرة نحسب الطول باستعمال فيثاغورس المباشرة بلا تفلسف. أروح تشوفوا معايا، عندك مثلث قائم، نعم أنا اللي بينتها صح. هاو عندك مثلث قائم فيه زوج أطوال معلومين، نعم القطر هو نصف القطر 2.5 راح يكون القطر 5، وهذا مدهولك دي بي هو 4. هاو قال لك دي بي هو 4. إذا لدي مثلث قائم وفيه زوج أطوال، مثلث قائم وفيه زوج أطوال معلومين، واش نستخدموا؟ فيثاغورس المباشرة بلا تفلسف الأولاد. متفاهمين؟ هيا واش نقول له؟ لازم نكتبها. إذا نكتب أولا بما أن المثلث A B D قائم في دي. يا أخي حنا اللي بيناها هنا صح. واش نطبقوا؟ فحسب خاصية فيثاغورس. الأولاد نعاود، ديما كي تلقاو المثلث قائم وفيه زوج أطوال معلومين باش تحسب الطول الثالث واش تستخدم؟ فيثاغورس. خلاص واش تقول لك خاصية فيثاغورس؟ ديما راح نكتبها لك بالعربية الأولاد، بصح نتوما هذه ما تكتبوهاش، هذه فقط باش نفهمك. الوتر مربع يساوي الضلع القائم الأول مربع زائد الضلع القائم الثاني مربع. هذه هي خاصية فيثاغورس. نتوما ديما الأولاد في السنة الثالثة متوسط روح حدد لي الوتر ديريكت مباشرة، حدد الوتر باش تتهنى منه. هاو الوتر صح. هيا نروحوا. واش تقول لك القاعدة؟ الوتر مربع. واش هو الوتر؟ هو AB. إذا نقول له AB مربع يساوي، خلاص نحي الوتر، واش يبقى لك؟ يبقى لك الضلع هذا والضلع هذا، قل له هذا مربع زائد هذا مربع. إذا الوتر مربع يساوي AD مربع زائد DB مربع، AD مربع زائد AB أو DB مربع. إذا الوتر مربع يساوي، نحيو الوتر يبقى لك زوج هادو، معناه الضلع القائم الأول مربع AD مربع زائد DB مربع. هذا واش كاين الأولاد. نروحو نعوضو الآن. AB عندك 5، AB هو 5، تسمى نقول له 5 مربع يساوي الأولاد AD راح نحسبوه ما عنديش، إذا نخلوه كيما راه، زائد دي بي الأولاد وشنو هو؟ دي بي هو 4. نروحو نعوضو فقط. دي بي هو 4 يعني 4 مربع. درك الأولاد 5 مربع معناها 5 في 5 تمدلك 25، و AD مربع يبقى مجهول، زائد 4 مربع يعني 4 في 4 تمدلك 16. درك الأولاد نتوما راح تحسبوا AD مربع. واش يساوي AD؟ تخرجوا AD مربع واش يساوي؟ ديما كي يكون عندك مجهول في مجموع تقوم بعملية الطرح. شوفوا عندي مجهول في مجموع، نقوم بعملية الطرح، نديرو هذا ناقص هذا. متفاهمين؟ إذا AD مربع يساوي 25 ناقص 16، 25 ناقص 16. إذا AD مربع كم تساوي الأولاد؟ 25 ناقص 16 تمدلك 9. الآن راك تحوس على AD، بصح أنت عندك AD مربع. درك باش نحي التربيع ندخلو الجذر التربيعي، نحيو التربيع منا الأولاد ديما وتدخلوا الجذر منا يعني على 9. درك نهز الآلة الحاسبة نتاعي ونروح ندير جذر 9 راح تمدلك 3 هنا فقط باش تفهموا واش درت. هاو الجذر الأولاد، هاي لمست الجذر شفناها، جذر ماذا؟ 9 عفوا. إذا الجذر 9 راح تمدلك ماذا؟ راح تمدلك 3. إذا حسبت الطول AD وما ننساش الوحدة اللي هي السنتيمتر. الآن واش قال لك الأولاد؟ إذا نحطو هنايا AD هو لقيتو هو 3، ما ننساوش نحطو الأطوال 3 سنتيمتر. درك واش قال لك؟ قال لك ثم استنتج مساحة المثلث ABD. إذا نقول له استنتاج مساحة المثلث ABD. إذا الأولاد المساحة نتاع المثلث وشنو هي؟ المساحة نتاع المثلث هي القاعدة في الارتفاع قسمة 2. هيا نروحو وين القاعدة؟ الأولاد القاعدة والارتفاع يكونوا عموديين على بعضهما. إذا بلا تفلسف دير القائم في القائم قسمة 2، الضلع القائم في الضلع القائم قسمة 2. إذا AD في DB قسمة 2، القاعدة في الارتفاع قسمة 2، الضلع القائم في الضلع القائم قسمة 2. الآن المساحة نتاع ABD يساوي، طبعا
طول ا دي حسبته لقيته 3 في دي بي هو اللي مديه لي 4 قسمة 2. درك المساحة نتاع ا بي دي يساوي 3 في 4 12 على 2 وتساوي 6. ما ننساش الوحدة نتاع الطول سنتيمتر، إذا سنتيمتر مربع، المساحة بالسنتيمتر مربع. الآن نروحوا لآخر سؤال، وهو إلى آخر سؤال. قال لك أنشئ المماس المماس للدائرة سي في النقطة دي. الأولاد المماس نتاع الدائرة يكون عمودي على القطر في نقطة واحدة. النقطة اللي قالها لك هي دي، يعني نروحوا نديروا المستقيم اللي عامد القطر في النقطة دي. هذا واش كاين الأولاد؟ هاي النقطة دي. إذا أول حاجة نرسم القطر نتاعنا. نرسم القطر نتاعنا من النقطة دي. طبعا القطر يمر على المركز، ها هو القطر نتاعك. إذا نعاود الأولاد، المماس هو المستقيم اللي عامد القطر، المستقيم القطري يعني عامد القطر في النقطة اللي قال لك عليها. إذا شوفوا معي سهلة خلاص. ها هو القطر المستقيم القطري، ها هو القطر نتاع الدائرة. إذا المماس هو عبارة عن المستقيم الذي يعامد القطر أو المستقيم القطري في نقطة واحدة. النقطة اللي قالها لك هي النقطة دي، قال لك في النقطة دي. ها واش قال لكم الأولاد؟ في النقطة دي. تسمى روحوا للنقطة دي، نديروا الكوس هكذا عمودي على القطر ونرسموا المماس. سهلة خلاص الأولاد، سهلة جدا. ثم نقوم بالتمديد. إذا المماس هو عبارة عن المستقيم الذي يعامد الزاوية القائمة، ما تنساوهاش، يعامد القطر نتاعكم أو المستقيم القطري في نقطة واحدة. النقطة اللي قالها لك هي دي. ندير الكوس نتاعي تعامد على القطر نتاعنا هكذا، ونرسم المستقيم اللي يشمل النقطة اللي قالنا اللي هي دي. هذا واش كاين، ونسميه المماس إذا هذا فيما يخص التمرين طبعا الثالث. نروح الآن الأولاد إلى التمرين الرابع. نروح الآن الأولاد إلى التمرين الرابع. قال لك A بقطعة مستقيم طولها 6 سنتيمتر، سي دائرة مركزها النقطة O وقطرها AB، دلتا مماس للدائرة سي في النقطة B. الأولاد أنك نشوف المماس، معناه إذا قال لي بين أن المثلث قائم راح نستعملوا خاصية المماس. متفاهمين؟ اش نقطة من المستقيم دلتا يعني من المماس بحيث او اش 5 سنتيمتر. انزج الشكل ثم ابرهن ان المثلث او اش بي قائم في بي، واحسب طول بي اش، ثم احسب كوسينيس اش، ثم استنتج قياس الزاوية اش بتدور الوحدة لتكون او منتصف او اش، احسب الطول او. اذا اول شيء نروح نرسموا قطعة مستقيم ا بي طولها 6 سنتيمتر. حنبدا من الواحد يعني نوصل الى 7. اذا ا بي 6 سنتيمتر. إذا قال لي سي دائرة مركزها أو وقطرها AB، يعني نعينوا مركز أو منتصف مركز دائرة منتصف القطر. نعينوا منتصف تاع القطر راح يكون 6. إذا المنتصف تاع 6 هو 3 1 2 3. إذا ها هو المنتصف القطر يعني مركز الدائرة اللي هو O. وقال لي نرسموا الدائرة نتاعنا التي مركزها O وقطرها هو AB. إذا نرسموا الدائرة نتاعنا سي بهذه الكيفية. ما نساوش اسم الزاوية صح. الآن قال لك دلتا مماس للدائرة سي في النقطة بي. الولاد المماس يكون عمودي على القطر في نقطة واحدة، قال لك في النقطة بي، يعني نروحوا نديروا مستقيم يعامد القطر ويشمل النقطة بي، يمر من بي. هذا واش كاين تعامد. تفهمنا؟ المماس قال لك مماس للدائرة سي في النقطة بي، يعني راح يعامد، نرسم مستقيم يعامد القطر في النقطة بي. هذا واش كاين الولاد سهلة خلاص. إذا هذا هو المماس. المماس يكون عمودي، لذلك ما تنساوش الزاوية القائمة، لذلك المثلث تاعنا راح يكون مثلث قائم. متفاهمين؟ نسميه دلتا. الآن واش قال لي الولاد؟ ركزوا معايا. قال لك عين اش نقطة من المستقيم دلتا. الاش راه هنا، الاش راه نقطة في المستقيم دلتا، بحيث من او الى اش شحال كاين 5 سنتيمتر. اذا نفتح فتحة في المدور، الطول نتاعها 5 سنتيمتر. اذا نبدا من الواحد معناها نوصل الى 6 5 سنتيمتر. شوف نحطو في الاو، من الاو للاش كاين 5. الاش يكون في المستقيم، اذا نرسم، اما نرسمها هنا النقطة، اما نعينها لتحت كيما نحب نعينها لتحت. اذا هذه 5 سنتيمتر. نرسم قوس وين يتقاطع مع المستقيم دلتا. إذا هذيك هي النقطة نتاعنا اسمها النقطة اش. إذا اش نقطة من المستقيم دلتا، حيث من الأو
للأش كاين 5 سنتيمتر. الآن قال لك ما طبيعة المثلث أو بي أش و أش بي. خلاص الولاد هاي زاوية قائمة، مثلث قائم، نستعملوا ديما المماس. درك كيفاش نبرهنوا؟ سهلة خلاص الولاد. إلى السؤال الموالي قال لك بين أن المثلث أو أش بي قائم في بي. أو أش بي الولاد هنا كاين زاوية قائمة. لماذا؟ لأني عندي المماس يكون عمودي على المستقيم القطري، عمودي على القطر. زاوية قائمة المثلث قائم. حين نستعملوا المعطيات راح نستعملوا خاصية المماس، لأني عندي المماس تكتب له هذه وتكتب له هذه. دلتا هو عبارة عن مماس للدائرة سي في النقطة بي، واش نقطة من المماس. لازم النقطة هذيك تكون في المماس. لو كان جات هنا اسكو يخرج مثلث قائم؟ لا. إذا تكتب فقط المعطيات. شوفوا كيف تكون طريقة الإجابة. هذه هي المنهجية الولاد. بما أن شوفوا معي، بما أن أو تبين أن المثلث أو أش بي قائم في بي. هاي طريقة الإجابة. بما أن دلتا هو مماس للدائرة سي، بما أن المستقيم دلتا هو مماس للدائرة سي في النقطة بي. صح، معناه كاين تعامد، معناه هذا يعامد هذا. و زيد واش عندك تاني؟ واش نقطة تنتمي إلى المماس. واش نقطة من المستقيم دلتا، واش نقطة من المستقيم دلتا، أو نقول اش تنتمي، ها رمز الانتماء، تنتمي إلى المستقيم دلتا، ولا نقول نقطة من المماس، نقطة من المستقيم دلتا. كيف إذا قلت له المستقيم دلتا هو مماس للدائرة سي في النقطة بي، و اش تنتمي إلى المستقيم تاعنا، معناها راح تكون تعامد. معناه المستقيم او بي يعامد المستقيم اش بي. معناه المستقيم بي اش يعامد ماذا؟ يعامد المستقيم بي او. يعامد، ها هو رمز التعامد، يعامد المستقيم بي او. معناه المستقيم بي اش يعامد المستقيم او بي. وبالتالي فالمثلث مادام كاين تعامد ولاد يعني كاين زاوية قائمة، وبالتالي فالمثلث او بي اش قائم وين؟ في بي. متفاهمين الولاد؟ هذه هي طريقة الإجابة. أعيد: بما أن دلتا هو مماس للدائرة سي في النقطة بي، والأش نقطة من المماس، لازم تكون الأش تنتمي إلى المماس، نقطة تنتمي إلى دلتا، معناه راح يكون اش بي، المستقيم اش بي يعامد المستقيم بي، يعامد معناه كاين زاوية قائمة. متفاهمين؟ وبما أنه في زاوية قائمة في المثلث قائم. ها هي طريقة الإجابة. متفاهمين الأولاد؟ نروح الآن إلى السؤال الموالي. ما ننساوش الأولاد نحطوا الأطوال. شوف أ بي قال لك الطول أ بي هو 6، أ بي هو 6. شحال تسمى أو بي؟ أو بي 3 لأنه هذا عبارة عن قطر وهذا نصف القطر. صح. واش قال لك تاني؟ قال لك باللي الطول او اش هو 5، طول ا اش هو 5 سنتيمتر. ما ننساوش. هاي واش قال لك السؤال الموالي؟ احسب الطول بي اش. حساب الطول بي اش. الولاد واش رايكم؟ واش ما خاصنا نستعملوه؟ راح نعاود لك باش تفكرها. شوف كيقول لك احسب الطول. صح. نروح نشوف اذا عندي مثلث قائم زائد زوج اطوال معلومين، واش نستعمل؟ مباشرة فيثاغورس العكسية. واش هو السؤال؟ قال لك احسب الطول. نروح نشوفه. عندك مثلث قائم؟ نعم. دركا وين بينته. عندك فيه زوج اطوال معلومين؟ نعم. هذا 3 وهذا 5. واش استنى؟ نروح نطبقوا خاصية فيثاغورس ديما. مثلث احسب الطول. اذا عندنا مثلث قائم زوج اطوال معلومين، فيثاغورس المباشرة. اذا واش نقول؟ نكتب اولا بما ان المثلث او بي اش قائم في بي. واش نطبق؟ فحسب خاصية ماذا؟ فيثاغورس. متفاهمين؟ واش تقول لك خاصية فيثاغورس؟ نعاود لك من ولاد كيما قبيله. هذه ما تكتبوهاش. الوتر مربع يساوي الضلع القائم الأول مربع زائد الضلع القائم الثاني مربع. هذه هي خاصية فيثاغورس. هذه ما تكتبهاش باش نفهمك فقط. تروح انت مباشرة للوتر. ديما تحدد الوتر ها وينه، ونفصل الزاوية قائمة. الوتر شكون هو؟ او اش. نقول له او اش مربع يساوي، نحي الوتر. واش يبقى لك؟ يبقى لك الضلع القائم هذا وهذا. قل له هذا مربع زائد هذا مربع. هذا واش كاين؟ الوتر مربع يساوي الضلع القائم الاول مربع، يعني او بي مربع زائد بي اش
مربع. ها هو الوتر نحيته بقى لي هذا مربع زائد هذا مربع. نروحو نعوضو الآن. او اش ما عنديش راح نحسبو، عفوا او اش عندي هو 5، إذا 5 ماذا؟ مربع يساوي او بشحال؟ او بي هو 3 تسمى 3 مربع نعوض زائد بي اش راح نحسبو ما عنديش، إذا زائد بي اش مربع. درك 5 مربع الأولاد تمدلك 25 يعني 5 في 5 و3 مربع يعني 3 في 3 تمدلك 9 زائد بي اش مربع. درك الولاد نتوما راح تحسبوا بي اش، أليس كذلك؟ حنا ديما كيكون عندي مجهول في مجموع نقوم بعملية الطرح، إذا بي اش مربع نخرجو وحده واش يساوي؟ نديرو الطرح هذا ناقص هذا 25 ناقص 9. درك الولاد بي اش مربع كطريقة واحدة أخرى ديما كي تحسب طول الضلع القائم بينا بلي تطرح، وكي نحسب الوتر بينا بلي نجمع. إذا بي اش مربع يساوي 25 ناقص 9 تمدلك 16. الآن رانا نحوسو على بي اش لازم نتخلصو من التربيع، وباش نحيو التربيع ندخلو الجذر التربيعي، نحي من التربيع وندخلو الجذر على 16. إذا بي اش كم يساوي؟ جذر 16 هو 4 سنتيمتر، وما ننساش الوحدة بكل بساطة، ونجي لهنا وما تنساوش تحطوا لي الطول هذا هو 4 سنتيمتر. الآن واش قال لك من ولاد؟ قال لك احسب كوسينيس اش، حساب كوس اش، كوس الزاوية اش. صح نروحو نحدو الزاوية اش وين هي؟ هاي الزاوية اش، ديما في التمارين تحدد الوتر باش تتهنى منه، ها هو الوتر. صح الولاد الكوسينس وشنو هو؟ القانون، معليش نكتبو القانون، هو طول الضلع المجاور للزاوية على طول الوتر، هو المجاور على الوتر. إذا كوسينس اش نحفظ القانون هذا. وين هو المجاور؟ شوفوا الولاد، روح حط يدك او حط الاصبع نتاعك على راس الزاويه اللي قال لك عليها، قال لك كوسينس اش، وروح حط على اش. شوف ديما المجاور هو الضلع اللي فيه راس الزاويه. شكون هو اللي فيه راس الزاويه؟ هو اش بي. هذا الوتر وهذا المجاور. اذا المجاور للزاويه هو ديما اللي هو الضلع القائم اللي فيه راس الزاويه، متفاهمين؟ هذا الوتر والمجاور هو اللي فيه راس الزاويه، اش بي متفاهمين؟ اذا هو اش بي. اذا المجاور وهذا الوتر. اذا ديما نعاود الاولاد، المجاور للزاويه هو اللي ديما اللي فيه راس الزاويه، هو الضلع القائم اللي فيه راس الزاويه اش بي، من الاش ونهبط اش بي، اذا هو المجاور. والوتر ها هو او اش، تفهمين؟ وديما تلقاو الزاويه راح تحسبوها تلقاوها تكرر هنا في الاضلاع نتاعك، متفاهمين؟ اذا نروحو نعوضو كوس اش يساوي المجاور اش بي شحال الطول هو 4 و اش هو 5. اذا كوس الزاويه اش يساوي 4 على 5 هي 0.8. راني حسبت الكوسينيس. الولاد ديما كتحسب الكوسينيس تلقاه اصغر من الواحد، تلقى 0. متفاهمين الولاد؟ الان واش قال لك؟ قال لك ثم استنتج قيس الزاويه اش بتدوير للوحده. نقول له استنتاج قيس الزاويه اش بالتدوير الى الوحده. درك الاولاد حنا مادام عندي كوسينيس نروح نستعملوا آلة حاسبة. ديما باش نستنتجوا قيس الزاويه نستعملوا الآلة الحاسبة. صحيح. الان واش نقول له؟ بالاستعانه بالآلة الحاسبة. مادام عندك الكوسينيس باش تحسب قيس الزاويه تستعين بالآلة الحاسبة. درك الاولاد واش ديروا؟ اكتب فقط هكذا كوس موانزه هكذا، واكتب الكوسينيس اللي خرجت لك وشنو هي 0.8 0.8 واضغط على تساوي. تكتب هكذا صحيحه ولا تكتب له الخطوات هذه شيفت. ديما باش نستنتجوا قيس الزاويه نستعملوا الشيفت آلة حاسبة، شيفت ومن بعد كوسينيس ومن بعد نكتب واش خرجت لي 0.8 ومن بعد نضغط على تساوي. شحال راح تمد لنا؟ نجيب الآلة الحاسبة نتاعي وديما لازم تكون في الديجري، متفاهمين؟ في الديجري. نجي لهنا نضغط على شيفت، هاي شيفت ومن بعد كوسينيس ومن بعد نكتب 0.8 ونضغط على تساوي. مدت لي 36.86 درجة. الآن ديت رقمين بعد الفاصلة بالتقريب. نجي لهنا ونكتب 36.86 درجة. تكتب له هكذا في الامتحان هكذا. واش معنى هذه كوسينيس موانزه 0.8؟ يعني تروح للآلة الحاسبة وتطبق الخطوات هذه، تكتب له هكذا صحيحة، تكتب له هكذا صحيحة كما تحب انت، متفاهمين؟ اذا نقول له ومنه قيس الزاوية اش بالتدوير الى الوحدة هي. درك تدوير الوحدة تسمى نديو غير
اللي قبل الفاصلة الوحدة فقط، ونشوفوا الأول رقم بعد الفاصلة. إذا كان 5 فما فوق نزيد لها الواحد إلى الوحدة، إذا كان تحت ال5 ما نزيدوش. إذا هنا عندي 8 تما نزيدو إلى الوحدة 1، 36 نزيدو لها 1 تولي 37 درجة. إذا هذا فيما يخص هذا السؤال. نروح لآخر سؤال ولاد، قال لك لتكون النقطة أو منتصف أو أش. إذا منتصف أو أش، إذا أو أش هو 5 سنتيمتر. الآن المنتصف راح يكون 2.5. إذا نعين المنتصف، إذا راح يكون 2.5 1 2 2.5. إذا ما نساوش التشفير. إذا ها هي النقطة أو منتصف أو أش. الآن قال لك احسب الطول أو بي. شحال طول أو بي الولاد؟ الولاد واش يمثل أو بي في المثلث القائم؟ شوف أو بي المستقيم أو بي هو المتوسط. إذا في المثلث أو بي هو أو المستقيم أو بي يمثل في المثلث هو المتوسط. واش معنى المتوسط الولاد؟ المتوسط هو الذي يشمل أحد رؤوس المثلث ويقطع الضلع المقابل له في المنتصف. شوف قطعه في المنتصف، أو راهي في المنتصف، هذا هو المتوسط. إذا هنا عندي مثلث قائم صح؟ إذا هذا المتوسط متعلق بمن؟ متعلق بالوتر. إذا واش معنى المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث قائم؟ هو الذي يشمل الزاوية القائمة ويقطع الوتر وين؟ في المنتصف. إذا هذا واش نسميه؟ نسميه المتوسط المتعلق بالوتر. صحيح. وحنا عندي خاصية تقول اللي هي خاصية المتوسط في المثلث القائم، طول المتوسط المتعلق بالوتر يساوي النصف ديما تاع الوتر. ديما طول المتوسط المتعلق بالوتر في المثلث القائم واش يساوي؟ طول المتوسط المتعلق بالوتر ديما يساوي النصف نتاع الوتر. يعني او بي هو النصف نتاع او اش. متفاهمين الولاد؟ ديما طول المتوسط المتعلق بالوتر هو النصف نتاع الوتر، خاصية المتوسط. إذا واش نقول له؟ طريقة الإجابة حساب الطول او بي. إذا واش نقول له؟ لدينا في المثلث القائم في المثلث او بي اش القائم في بي. واش يمثل المستقيم او بي؟ المستقيم او بي واش يمثل؟ هو المتوسط المتعلق بمن؟ بالوتر. متوسط متعلق بالوتر، المتعلق بالوتر. واش اسمه الوتر نتاعنا؟ او اش. نعاود الاولاد، المتوسط المتعلق بالوتر هو في المثلث القائم هو اللي يشمل الزاويه القائمه ويقطع الوتر وين؟ في المنتصف. اذا حسب خاصيه المتوسط، حسب خاصيه المتوسط المتعلق بالوتر في مثلث القائم، ديما طول المتوسط يعني او بي واش يساوي؟ يساوي النصف، يعني 1/2 نتاع من؟ نتاع الوتر. ديما طول المتوسط هو النصف نتاع الوتر، يعني او بي يساوي ماذا؟ يساوي النصف نتاع او اش. تفهمين الاولاد؟ هذه هي ديما طول المتوسط او بي يساوي النصف نتاع او اش. طول المتوسط المتعلق بالوتر هو النصف نتاع الوتر. نروح نعوضوا فقط. او بي يساوي 1/2 ضرب، هنا كاين ضرب كنقول 1/2 او اش، يعني 1/2 في او اش. طول او اش شحال هو؟ 5. اذا الطول او بي يساوي 1 في 5 5 قسمة 2 تعطيك 2.5 سنتيمتر. ونحسب طول او بي بكل بساطة. ونروح الآن إلى الوضعية الإدماجية.